هل سمعت يوما عن فنان أغلق أبواب الشهرة والأضواء وفتح باب الجنة بعمل صالح؟ هل تتصور أن يطلب فنان من أسرته أن يحرقوا كل أفلامه بعد موته؟ من هو هذا الرجل الذي جمع بين السينما والمسجد؟ وكيف تحول من نجم في السماء إلى رجل يدعو لله على الأرض؟ إنه حسين صدقي، رائد السينما النقية والفن الهادف. ولد حسين صدقي في حي الحلمية بالقاهرة في سنة 1902. نشأ في بيت يحب القيم ويخاف الله، ومنذ صغره كان يحلم أن يجعل من الفن رسالة للخير وللقلوب. دخل المجال الفني في نهاية الثلاثينيات، وبرز في أدوار جعلته أحد أنقى وجوه السينما المصرية. قدم أدوارا في أفلام خالدة مثل فيلم ليلة القدر وفيلم البيت السعيد وفيلم قلبي يهواك وفيلم آدم وحواء. كان في كل دور يجسد الإنسان الطيب المؤمن الذي يدافع عن الحق ويحارب الباطل. وفي زمن كانت فيه السينما تميل للإغراء واللهو، وقف حسين الصدقي وقال: إن الفن لابد أن يكون في خدمة الدين والأخلاق. فأنشأ شركته الخاصة وقدم أفلاما تدعو للقيم والطهارة. ولم يكتف بالفن فقط، بل ترشح للبرلمان ليدافع عن قضايا الوطن ويحارب الفساد والخمور، وكان صوتا للخير في كل مكان يذهب إليه. تزوج وعاش حياة هادئة في ظل القيم والدين، وبنى مسجدا جميلا في حي المعادي يصلي فيه الناس إلى اليوم، ليبقى اسمه مكتوبا على جدران المسجد وفي قلوب من أحبوه. وفي نهاية حياته ترك الرجل السينما والأضواء، وأقبل على الله بقلب خاشع وروح راضية. وقبل أن يفارق الدنيا وصى أسرته أن يحرقوا كل أفلامه، وقال لهم: اتقوا الله واحرقوا كل ما صورته. فكان موته درسا وحياته رسالة. رجل بدأ حياته نجما واختتمها عابدا، ترك خلفه أثرا نقيا واسما لا ينس. فهل تراه فقد الدنيا أم ربح الآخرة؟ وهل نحن اليوم نحتاج لفنانين مثل حسين صدقي يقدمون القيمة قبل المكاسب؟ إذا أعجبتك الحكاية فلا تنسى دعمي بالاشتراك والضغط على إعجاب، واكتب في التعليق: تحب أسمعكم المرة القادمة عن من؟